السلام عليكم. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا وسؤال مهم جدا هسأله لاخونا عرفة. ايه اكتر حاجة بتحبها في شهر رمضان؟ بص، هو انا هتسحر كده وافضل اتفرج على المسلسلات لحد الساعه 10 11 الظهر، وبعد الساعه 11 انام. اصحى على المغرب، والدتي تصحيني او انا اكون قاعد لوحدي اصحى واجهز الفطار، وبعد الفطار اروح اتفرج على رامز، وبعد رامز انزل الف في الشارع، اقعد على القهوه شويه، ارمي صواريخ، نهزر ونضحك مع الناس اللي ماشيه في الشارع. طيب انت قلت كل حاجة ما عدا الصلاة، ما عدا قراءة القرآن الكريم. ده اهم شيء اصلا في شهر. بيقول لك رمضان شهر الصوم والعبادة. الحاجات دي كلها بتليق عن العبادة وعن الصلاة، لكن الصلاة اهم حاجة اصلا في شهر رمضان وقراءة القرآن. لكن الرامز والحاجات دي كلها بتلهيك عن الصلاة والصوم، وكمان فيها حاجات كتير قوي مش كويسة. انت يعني ازاي تتفرج عليها في رمضان وغير رمضان يعني؟ طب ماشي، ما اكيد الواحد هينتظم في الصلاه في رمضان، ولا انت شايف ايه؟ انا شايف بصراحه ان يعني المسلسلات والافلام وكل الحاجات دي كلها بتلهيك عن الصلاه والصوم. فانت حاول ان انت تظبط نفسك ان انت تقرا قران و... وتعمل كل حاجه ربنا بيحبها في شهر رمضان، لان دوت شهر العباده، ولازم نركز جدا عن الصلاه والصوم والعباده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.